لا، وأنا شخصيا كشخص أحبه وأقدره، لكن قراءته ليست واقعية. الاقتصاد الكلي كما يقرأه السيد الوزير بفخر بأرقام خيالية في تركيب الميزانية، تقريبا نصفها حتى لا أقول أكثر من نصفها غير واقعي. يعني آتي من دين متراكم يعادل الميزانية، الدين المتراكم بأرقام وعلى لسان سيد الوزير يعادل الميزانية 2026. يعني عندك دين تاع 130 مليار متراكم ما قدرتش تسده، ودرت ميزانية ب 132 مليار دولار، النص نتاعها في السنة تقريبا 68 مليار إلى 70 وشي أموال غير موجودة. إذا أنت تواصل في تسيير اقتصاد صحيح أرقام غير مفبركة، لكن مواصلة النموذج الاقتصادي الريعي. Nous sommes dans la continuité du modèle économique exclusivement basé sur le pétrole. C'est un modèle rentier, donc ريعي. وبالتالي سيد الوزير كشخص غير ملام، لكن كمنظومة اقتصادية متواصلة منذ عشرات السنين على زخم اقتصاد ريعي، نحن على مسؤوليتي أقول قد وصلنا إلى حد ما قد يعطيه هذا المنظومة. Nous sommes à la limite de capacité de ce que peut donner un système économique pareil. Nous sommes quasiment à la limite. Donc les chiffres sont là, que monsieur le ministre aime bien ou n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais les chiffres sont éclatants. حلمت تحقيق 400 مليار من إنتاج الداخلي الخام، هل سيحقق ما دام نفقات موجودة؟ شوف، لكن نفقة الميزانية اللي مخصصة للاستثمار تقعد ربما. شوف، الميزانية نتاعك 70% فونكسيونمون، ce n'est pas de la production, ce n'est pas de l'investissement. بالتالي تحب